يا صباح الفل، يا صباح الجمال على عيونكم. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير كده وسعادة. ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم روتين كده جامد حلو قوي. روتين صباحي كده هاخد معاكم اليوم كده نقضيه مع بعضنا. انا صحيت من النوم كده على الساعة 9، شايفين الشمس بقى عندنا في اسوان، الشمس المشرقة. شمس جميلة قوي، فطلعت البطاطين كده عشان الشمس كده في الشمس. فحبيت ان انا برضو اقف شوية في الجو الجميل ده. انا بحب عامة اشم الهوا بتاع الصبح كده، بحب اقف فيه كده واشم هوا الصبح، بيبقى جميل جدا كده وحلو يعني، سبحان الله يعني. هوا الصبح ده غير كل هوا، هوا طبيعي كده وجميل. وشايفين الشمس طالعه ازاي، ده في عز الشتاء بقى، واحنا الشتاء يعني يا دوبك يعني دخل عندنا في اسوان، يا دوبك رحب بينا. بس الشمس عندنا جميلة حلوة كده، والحمد لله بقى. ونعمل روتين كده جميل مع بعضنا، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ولو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل ما انزل فيديو يوصلك. بعد كده بقى دخلت على المواعين، دخلت على المواعين كده، قلت ما اغسلها على طول كده معاكم. انا ما عنديش مواعين كتيرة، هي كوبايتين على طبقين على صينية اللي هما بتاع الفطار كده. فغسلناهم مع بعضنا كده، وعلى السريع على السريع. شوفي اللي وراكي. على طول هتخلصي بدري بدري. انا ايه خلصت على طول كده. اول ما تخلصي اهم حاجة المطبخ. انا عندي المطبخ ده لو خلص خلاص يبقى كل حاجة في الشقة تحسيها انها نطفت كده وبقت حلوة وجميلة وكده. اهم حاجة عنه كده. خلاص انا غسلت المواعين وخلصتها وسبتها كده تتصفى. قلت هخليها تتصفى كده وهرصها مع بعضهم كده واشيلهم وخلاص. وغسلت الحوض والصفاية وعبيت الازاز المية وخلاص كده تمام فل 10. ورحت عند الرخامة مسحتها كده بمية بخل كده، ونضفت اللي عليها وعملتها بمية بخل كده عشان تبقى معقمة وحلوة. شايفين حلاوة المولد الجميلة دي؟ انا كل شوية اروح اكل فيها. خلاص لسه حلاوة المولد قاعدة عندنا. شوفوا فاضلين ايه، فاضلة دي ودي 300 والخمسية، وفاضلة 4 وحدات من دول، جوز الهند والجبيب مش عارفة، حاجات جميلة قوي. والله. يعني فين بناكل منها. هي كانت العلبة مليانة بس ما شاء الله الجيران والحبايب وكده يعني وزعت نصها. فجميلة يا حلوة. انا ماليش اصلا تقول حلويات وكده، فاخدت يعني فين باخد حتة يعني وكده. وكده طلعت الدواء لعيالي، طبعا واخدين الدور اليومين دول، اصلا كله واخد الدور البرد. ده دواء كحة حلو اوي، مكمل غذائي جميل بالاعشاب، حلو خالص. ودوت بتاع البرد للاطفال، مضاد الحساسيه بطعم التوت وجميل قوي برضو. الاطفال بيحبوا الحاجات المسكره، ما بيحبوش الحاجات اللي طعمها وحش. فحطهم هنا بره التلاجة. انا عامه بحطه في التلاجة، فطلعتهم بصي بره يا عشان حبايب خاطر قلبي، ايه انا نقدم هنا ايه. المولد. وانا برضو كنت واخده دور برد بعيد عنكم، ربنا هاخد يقويكم. كنت واخده دور برد هاخد فظيع مضاد قوي، حيوي ورحت لاني تعبانه، واخده اديت الدور، جوزي جاب واخده لي الدور برد كريمتين وزكام وكحه وكده. 1000 مضاد حيوي. 1000 والله يعني فجوزي جاب كنت لي مضاد تعبانة حيوي، جدا قال لازم يعني، خدت تشربي لي كام مضاد يوم ومش حيوي، قادرة. فجاب بس لي الصراحة اجمنتين، جميل مش جدا، عارفه فقت بقى عليه كام دوت. ومن تاني يوم ما شاء الله يعني فقال له خدوها حلو حلو قوي. مرتين في اليوم، مره بعد الاجمنتين الفطار بس ومره لازم بعد تكونوا العشاء. واكلة، لان انا ما كنتش واكلة وهشرب لي ولقيت واحده نفسي كده. هبطت وقعت واخده دور جامد والله، ربنا ربنا يعلم يقوي بيه، حد يعني يعني. انا دور خدت دور برد فظيع. والله البيت كله والعيال وجوزي وكل الناس فمضاد خدوا دور حيوي بالتدريج كده يعني. وافتحه بقى كده فهاخد واخد لي برشامة كده، برشامة رحت كده قلت بقى هاخد لي ونشوف اللي برشامة ورانا. كده عشان خاطر الميكروب ده يروح كده وخلاص. ودخلت بقى على المطبخ. شايفين عندي دهون كده، بوريكم ان انا عندي دهون مضايقاني جدا. وفي الشباك انا عامله هنا شباك سلك فيه دهون، مهما اغسل فيه برضو حاسه ان الدهون قاعده فيه، مش عارفه اعمل له ايه. واحده صديقتي حبيبتي نصحتني بباور. قالت لي رشي باور على السلك هيبقى حلو وهينضف معاكي، وسيبيه 10 دقايق وكده. قلت بقى ما ارش باور على كله كده وايه واغسله تمام وخلاص. وادعكه واسيبه شويه وادعكه. واللي فوق دول بقى ما طولتهمش الصراحه. جبت فوطه كده مع المساحه وقعدت ادعك من فوق لتحت لفوق لتحت. واللي قدرت اعمله اللي هو من تحت دوت بقيت اعمله اهو كده. ومسكت السلكه بقى واشتغلت يا معلم. بقيت
بقيت اغسلها. انا بتضايق قوي من الدهون دي، بتجنني. واليوم ده اتكهربت. بصوا بقى، شايفين الفيشه اللي هي بتاعه البوتاجاز دي بتاعه الاشعال الذاتي، انا حطاها من ورا وما خدتش بالي ان انا شغاله ادعك بقى في السيراميك وكده، ورحت اتكهربت. جيت هنا جنب الفيشه اتكهربت، بس الحمد لله ربنا ستر، كانت كهربا خفيفه. ما مسكتش فيا، والحمد لله. ربنا يسترها الواحد معايا، ربنا يخليهم لنا يا رب. والحمد لله. فكده انا بصوا جبت المساحه كده وحطيت فوطه، وبصوا وهشتغل فوق بقى، لان انا فوق مش عارفه. بصوا بعد ما دعكته بقى الصراحه ما شاء الله الدهون نزلت وبقت زي العسل والله. حلو قوي. بس عارفه لو كان في بقى سلم كنت هطلع فوق. فانا عملته كده بالفوطه اهو بالمساحه اهو. بصوا بقى بمسح بقى بكل عزمي عشان خاطر ايه يطلع معايا، وانزل الفوطه انشفها، واروح برضو كذلك ان انا اروح ايه انشفها واعصرها واشطفها، واروح تاني اطلع فوق واعمل كده بالمساحه. والله فكره ريحتني حلوه قوي، احسن ما كنت هجيب سلم. انا كنت محتاره ما عنديش سلم ومش عارفه اعمل ايه. فالحمد لله وهو خلص الحمد لله. كنت شايله هم المطبخ ده. بصوا انا المطبخ ده الدهون بتضايقني جدا جدا فيه، ما تعرفوش والله. الدهون مع اني عندي شفاط، بس برضو والله لو عندك ايه الدهون دي خلاص. وانا عندي المطبخ بتاعي فاتح من فوق كده السيراميك بتاعه، فتحس الدهون بقى ايه تلبت فيه. فانا يعني مش دايما يعني كل فتره كده بروح اعمل الحركه دي بالباور. الباور الصراحه ده اختراع رائع رائع جدا يعني. ما كنتش ودخلت بقى هنا ايه معايا مشايتين كده سكاكين صغيرين كده، ودي بتاعت المطبخ بفرشها في الزيت كده. قلت ايه ما اغسلهم بقى بالمره. هو بقى روتين بقى، يوم عكس بعكس بقى. قلنا ايه يلا نخرج من حاجه. الحاجه دي والله كنت راكناها وشايله همها كده ومش عارفه، كل ما عايزه اعملها بكسل، عايزه اعملها بس قلت لا النهارده ما بديهاش بقى، نقعد كده ونشوف اللي ورانا ايه، ونريح عيالنا ونأكل عيالنا ونشوف اللي ورانا ايه، بعد كده ايه نخش على شغل البيت. فجبت المشيتين دول بتوع المطبخ دول بفرشهم في الزيت، وفي الشتا بفرش سجادة جديدة في المطبخ عشان الجو بيبقى برد كده وسقعة العيال وكده يعني. فروحت بقى ايه اوكي، انا عملتها بالقلل دي، شوية قلل كده على كلهم كده ملخبطتهم مع بعضهم، ومسكت الفرشة. عارفين الفرشة دي قلت ادي بقى فيها كده بكل عزمي. بس انا خاطر ماسكة في ايدي الخرطوم دوت وفي ايدي التانية الفرشة لحد ما تبقى منها ونضفتها. لدرجة مش عارفة اقول لكم والله انا بكسل خالص في الشتاء. بس ما فيش بقى ايه اللي هو ان انا بقى اللي انا يعني عايزه اقوم بالذات الصبح بقى. الواحد بيحب ينام كده في الشتاء ويلاقي الجو هادي كده، خلاص بتحبي انك انت تنامي بقى، عايزه تنامي في الشتاء وكده يعني. جو الشتاء ده بينيم الصراحه فظيع. فكده خلصت هشطفهم كده وهلفهم وهشوفهم هاتهم يصفوا كده. انا بحب اوريكم بس ان انا بغسل يعني دي بتاعت المطبخ خفيفه كده، المشايه خفيفه وخلاص كده. وهغسلها واروح انشفها تصفي اللي عليها وخلاص، وهنشرها واشوف بقى بعد كده ورايا ايه. هسيبكوا بقى تتفرجوا كده، هتلاقيكوا بقى قلتوا مالها الرطاطه اللي جبت رطاطه قوي. فعادي انا حاسه نفسي ان انا بتونس معاكم كده وبنشجع بعضنا كده في الروتينات الجميله ديت كده. فالواحد بيتشجع برضو. انا عن نفسي بحب اتفرج على الفيديوهات اللي هي الروتينات ديت، الواحد بيتشجع منها بيقوم. انا والله لو كسلانه بشوف مثلا فيديو روتين بقوم اعمل، مثلا لو عايزه اعمل لي كيكايه ولا عايزه اعمل لي اي حاجه اتفرج على فيديو روتين واحده عملت كيكه اقوم اعمل يعني. بس هو الموضوع مش موضوع كده، بس هو الموضوع ايه كسل كده واحباط بس الواحد لما بيتفرج كده بمسك التليفون اتفرج على حاجه اتشجع، والله اتشجع اقوم اعمل على طول. فانا حابه فيديوهات الروتينات دي، فبتفرج عليها دايما دايما كده، تلاقوني بتفرج عليها بحبها قوي.
فهنا برضو هنغسل كده التانية، وهسيبكم بقى بصوا عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم. انا ايه مش هخلصكم بعد كده، ايه هاجيلكوا عشان خاطر ايه ما حبيتش برضو ان الفيديو يطول عليكم. خلصت المشويات الصغيره دي مع بعضيهم، رحت دخلت على المشويه دي كنت بغسلها كده. فانا يعني هما مشويتين بس اللي هما ايه خلصتهم معاكم، فمحبيتش ان انا اطول فيهم. انا هنا في السجاد بحب احط مع الاريال والمدقيق، بحط كوبايه بلسه، بحس كده بيخلي السجادة ناعمة كده وجميلة جدا. والله يا جماعة جربوها، جربوا الفكرة دي. وبحب احط برضه سكر التمر كده، بيخلي السجاد جميل اوي ريحته. فبص بقى هغسلها، شايفين طبعا بقى انا التمسيحة بتاعت البتاع ديت الفرشة بس اتكسرت مني للأسف. فأنا بقى ايه نزلت كده، بس بيني وبينكم يعني لما بحب اغسل وانا قاعدة كده ما بحبش اغسل. في ناس بقى على حسب ما اتعودوا. هشطفها كده بقى واغسلها، وهسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو كده وارجع لكم لما يلا اللي معاها سجادة بقى تقوم بقى تغسلها، اللي معاها مشاية تقوم تغسلها. انا والله انا مش دايما بغسل السجاد كله مع بعض، يعني الواحد شايفين الطينة يا لهوي. ما لو كنت قاعدة في البيت بقى كان حصل ايه؟ والله مش دايما الواحد بيغسل السجاد كله مع بعضه. لا انا ما بغسلش كده، ما بقدرش خالص اغسله كله والله. يعني انا سجادي ممكن اشيل لي 2 3 كده اغسلهم، بالذات الكبير ده انا ممكن اغسل واحده بس في اليوم، ما بقدرش ده كتير. لكن لو على المشويات الصغيره ديت لا بتبقى عسل بصراحه، خفيفه كده وحلوه. كده خلصت خلاص وكده بوريكم. بصوا بقى السلك انا خلصت وكده وغسلته، والدهون نزلت بسم الله ما شاء الله. الدهون عملت بصوا الباور بقى، الباور ده تحفه. بوريكم واقول لكم الباور ده جميل جدا. بصوا ده انا على فكره الفيديو ده جه متلخبط، خلي بالكم. انا الفيديو اللي فيه يعني المقطع ده جه غلط، خلي بالكم. ده المقطع في الاول اللي انا كنت مصوراه. شوفوا اوريكم منظر البتاع ده السلك وانا برش بالباور، بس هو جه وخليه يعني يتقدم عن ده. انا حطيت ده قبل ده، فاهمني؟ لخبطت فيديوهات بقى وتحصل كتير والله. اهو بوريكم هنا الدهون، شايفين بقى هنا؟ انتوا لو شفتوا في المقطع الاولاني مش هتلاقوا الدهون دي طبعا اتنسفت وبقت زي الفل. فبالباور بقى واشتغلت ورشرش بقى وايه، والدنيا كانت ولعه. وريحه الباور ده وحش قوي، ما انصحش حد يكون. انا عندي حساسيه والله وصدري بيتعبني وكده، ما استحملتهوش الصراحه. اول ما رشيت ففضلت رحت طلعت برا، لبست كمامه وفوق الكمامه حطيت طرحه لفتها كده عليا ودخلت تاني، ما استحملتش. وحتى عيالي والله لما شموا الريحه اشتغلوا يكحوا. بصوا قعد يسيح بقى كده مع نفسه. بس المقطع وهنا خلاص بقى ايه حضرت كده غدا خفيف كده. كان يوم عملت متعب انا محمرة، عملت كده كفتة. شويه كفته على وهنا دي بطاطس شوربة محمره على شوربة خضار لسان عصفور مع بطاطس وطماطم. شوربه جميله جدا عشان احنا واخدين الدور عشان عندي برد. وعملت طبق سلطه كده لذيذ وعيش الحمد لله ونعمه من عند الله. وهناكل نتغدى والف هنا على الفيديو الغدا. عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك خليكم معايا لسه الفيديو ما خلصش القناه على الغدا. وبس كده بعد ما اتغدينا بقى. بص بقى المود بقى النهارده بعد ما اتغدينا انا عملت بقى ايه، صحيت كده على العصر ريحنا شويه وصحنا بقى. تعبت النهارده وصحيت بقى عملت لي كوبايه شاي كده بالبسكوت الشوكولاته ده بحبه قوي قوي قوي. كوبايه الشاي الساده دي لازم اساسا. ده هنا كان في المغرب يا جماعه. فخلاص كده انا الفيديو بتاعي خلص. يلا باي باي واسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.